السلام عليكم أصدقاء شريط السينما في حلقة جديدة. وفي حلقة النهاردة هحاول أعمل مختصر لأفضل أفلام الرعب اللي شفتها خلال عام 2022، واللي شافها يا ريت يشاركني رأيه، واللي ما شافهاش يا ريت يشوفها وبرضه يرجع يقول لنا رأيه فيها إيه. والأفلام اللي معانا هتكون كالعادة بدون ترتيب، يعني الأرقام اللي هتكون فيها القائمة ملهاش أي علاقة بمستوى الفيلم. ومن غير كلام كتير كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. ورقم 15 معانا هيكون فيلم من. الفيلم غريب في مضمونه شوية وجايز ما يعجبش كل الأذواق، بس بصراحة الفيلم عجبني وعجبتني أكتر الرمزيات اللي موجودة فيه، وكان لازم يكون موجود معانا في القائمة. الفيلم بيحكي ببساطة عن واحدة بتهرب من ماضيها ومن حادث انتحار زوجها، فبتستأجر بيت في قرية ريفية بعيدة، وهناك بتمر بأحداث وظواهر غريبة جدا. He was stalking me. What makes you say that? I saw him twice. Twice? I don't know if he saw you once. ورقم 14 هو آخر جزء في سلسلة أفلام الرعب الشهيرة هيل ريزر، واللي نزل السنة دي، وبنستمر على نفس الفكرة وعلى نفس المنهج. لما بتلاقي فتاة كانت بتحاول إنها تتعافى من تعاطي الإدمان صندوق ألغاز مرعب، ومع الوقت بتكتشف إن الصندوق ده ما هو إلا بوابة لاستدعاء قوى الشر. الفيلم أكيد هيعجب كل محب السلسلة، واللي أنا واحد منهم الصراحة. And it cuts you. And then they come to collect. It's time. ودلوقتي مع رقم 13 وفيلم انكانتيشن. وكالعادة الأفلام الآسيوية ابتدت تثبت تفوقها بشكل قوي، وبالذات في أفلام الرعب ابتدى يبقى ليهم طابع خاص كده وكاريزما مميزة في أفلامهم. وبالنسبة لقصة الفيلم فهو بيتكلم عن مجموعة من الشباب بيحبوا يكتشفوا كل ما هو جديد عن طبائع القبائل، ولكنهم بيغلطوا غلطة كبيرة لما بيقتحموا أحد القبائل أثناء أداء طقوسهم الدينية، ومن بعدها بتصيبهم لعنة مميتة. نوصل لرقم 12 وفيلم ويتشر. الفيلم ببساطة بيتكلم عن واحدة بتنتقل للعيش مع حبيبها في بلدة جديدة، وبتحاول مع الوقت انها تتأقلم مع المكان ومع سكان البلدة، ولكن مع مرور الوقت بتحس بمراقبة جار ليها بشكل مريب، وفي الاخر بنكتشف المفاجأة المرعبة. الفيلم قصته وحبكته جميلة واحداثه كمان شيقة جدا. وسريعا لرقم 11 وفيلم أورفان فيرست كيل، ويعتبر تكملة لأحداث الجزء الأول اللي نزلت عام 2009 باسم أورفان. الجزء الأول كانت أحداثه قوية جدا بصراحة، واحتمال الجزء الثاني ما يكونش بنفس الأحداث نسبيا، لكنه برضه فيلم ممتع. وده جايز لأن الفيلم كانت الميزة اللي فيه هو البلوت تويست اللي اتحرقت في الجزء الأول، ولكن ده ما يمنعش انهم في الجزء ده اتخذوا خط سير للأحداث بشكل مميز. وقصة الفيلم بتتكلم عن الفتاة الصغيرة إستر اللي بتتبناها أحد العائلات، ولكنهم فيما بعد بيكتشفوا الحقيقة المرعبة اللي ورا البنت دي. I did notice some inconsistencies. What are you getting at? To me, it felt like a performance. If you're not Esther, who are you? نروح بقى للفيلم اللي أنا شايف بصراحة إن هو مهدور حقه، مع إنه من أجمل أفلام الرعب اللي نزلت السنة دي، ورقم 10 وفيلم ران سويت هارت ران، واللي بيبتدي أثناء لقاء عمل ما بين أحد الفتيات وأحد عملاء شركتها، واللي كمان بنعرف فيما بعد إن هي بالنسبة لها تعتبر بداية قصة حب جديدة. لكن اللقاء بينتهي بأحداث مرعبة لما بتكتشف حقيقة الشخص ده، وبتقضي ليلة في منتهى الصعوبة. The only
thing that matters now is Algain. I'm gonna hunt you. And if you make it through the night. ونوصل دلوقتي للفيلم الغريب في أحداثه وتفاصيله، ورقم 9 وفيلم بيرل. وقبل أي شيء هقول لكم افتكروا اسم البنت ده كويس، مايا جوث، ودي البنت اللي لعبت دور البطولة في الفيلم. والفيلم بيبتدي لما بنتعرف على بيرل وعائلتها اللي بتتكون من الأم المتشددة جدا في تربيتها، ووالدها القعيد اللي هي بتهتم بشؤونه، ولكن مع حلمها بترك المزرعة والاتجاه للمدينة لتحقيق حلمها في التمثيل، ومن أجل الحصول على الحلم ده بترتكب أكتر من جريمة بشعة. How about a film nobody else has seen? Is it legal? I know what I've done. Bad things. وسريعا لرقم 8 وفيلم Old People. وبتدور أحداث الفيلم ببساطة عن قرية ريفية منعزلة عايشة في سلام وهدوء، ولكن الأحداث الرهيبة بتبدأ لما بتسيب قوى شر خفية مجموعة من المسنين اللي عايشين في القرية، وبيبدأوا بتنفيذ جرائم دموية في كل سكان القرية. All this started when you came. What do you see? A man or a beast? دلوقتي مع رقم 7 واللي يعتبر أكتر الأجزاء دموية لسلسلة الرعب الشهيرة تكساس شانس هوم ماسكر. الفيلم ده يا جماعة يستحق إنه يكون بلس 18 بجدارة بكتر مشاهد الدم والتقطيع اللي موجودة فيه. فمن أولها كده بنحذر اللي مالوش في النوعية دي من الأفلام يا ريت ما يتفرجش على الفيلم. وبيبدأ الفيلم لما مستأجرين جدد بيثبتوا ملكيتهم للبيت اللي بتعيش فيه مع ابنها المضطرب عقليا، ولكن أثناء منعها لدخولهم البيت بتتعرض لأزمة وبتموت على أثر الأزمة دي، وبيبدأ الابن في الانتقام من كل اللي تسببوا في موتها. Leatherface. Looks like it's you that he wants. I'm not gonna let him kill you. Fear no evil. Fear no evil. ونوصل بقى لرقم 6 والفيلم الأسباني الجميل بيجي. الفيلم ده بصراحة لفت انتباهي لأنه يعتبر جديد في فكرته وأحداثه، فقررت فورا إن أحطه في القائمة دي. الفيلم بيتكلم عن بنت اسمها سارة دايما بتتعرض للتنمر من بعض أصدقائها لزيادة وزنها، وعلشان كده دايما عايشة في عزلة. ولكن الأحداث المريبة بتبدأ لما بنكتشف إن في بنتين من البلدة اختفوا، وبتكون الشكوك كلها حوالين سارة لأنها آخر واحدة شافتهم. ولكن بعد كده بتحصل مفاجأة بتقلب الأحداث رأسا على عقب. Tu hija, le llaman cerda a mi hija. Dios mío, ¿qué le han hecho? Esta sangre que es, Sara. ¿Qué has hecho, Cerdi? ونروح سريعا لرقم 5 وجزء جديد من سلسلة أفلام الرعب الأشهر سكريم. ما شاء الله السنة دي كانت مليانة بأفلام الرعب الجميلة والسلاسل اللي كلنا بنحبها، وعلى نفس نهج الأفلام السابقة اللي موجودة في السلسلة. نبتدي جرائم قتل جديدة وبتدور شكوك حوالين كل أبطال العمل، ولكن طبعا بيكون ظهور القاتل في الآخر هو مفاجأة للجميع. الفيلم يعتبر عودة قوية من بعد توقف آخر أجزاء السلسلة، وكان عام 2011 تقريبا. You ready for this? Never. Oh, stop! Wait! There's certain rules to surviving. ونوصل دلوقتي لواحد يعتبر من أقوى أفلام الرعب اللي كانت منتظرة السنة دي، ورقم 4 وفيلم باربيريان. نبدأ الفيلم لما بنت اسمها تيس بتستأجر منزل من خلال ابلكيشن جديد، ولكن لما بتروح بتكتشف خطأ ان في مستأجر جه قبلها وكان مأجر البيت بالفعل، ولكن مع بعض المجادلات بيعرض عليها ان هي تشاركوا اليوم دوت لحد تاني يوم ما يحاولوا يلاقوا حل. ولكن مع مرور الوقت بيكتشفوا الأسرار المرعبة اللي كانت موجودة في المنزل ده. This process might seem overwhelming, but with a little practice
soon become a pleasurable experience. ونوصل دلوقتي لرقم 3 وفيلم تريفير 2، واللي يعتبر امتداد للجزء الأول اللي نزل عام 2016، واللي بنسترجع فيها ذكريات الشخصية المرعبة آرت ذا كلاون، واللي بيحاول يرجع تاني بلدة مايلز كاونتي علشان تبدأ من تاني سلسلة من أحداث القتل الوحشية لما بيستهدف بنت وأخوها الصغير أثناء ليلة عيد الهالوين. نروح دلوقتي لواحد من أكتر الأفلام اللي كان ليها صدى وكانت منتظرة السنة دي، ورقم 2 وفيلم سمايل. الفيلم من كتر التأثير القوي اللي عمله ابتدى حتى تأثيره يخش ما بين المشجعين في الملاعب، وابتدوا انهم يرسموا الابتسامة الشهيرة اللي اشتهر بيها الفيلم اثناء حضورهم المباريات. نبدأ الفيلم لما بتشوف الطبيبة روز كوتر حادث مريب لمريضة عندها في المستشفى، وبعدها مباشرة بنبتدي مع مجموعة من الجرائم ملهاش اي تفسير غير انها كلها مرتبطة مع بعض بنفس الابتسامة. مع الوقت بتحاول انها تواجه ماضيها الغامض. You're going to die! You're going to die! You're going to die! You're going to die! I found 20 cases involving 19 victims with a direct line linking them all together. You said only 19. ونوصل لرقم 1 في قائمتنا، وهيكون الفيلم القوي والمميز ذا بلاك فون. واحداث الفيلم بتبدأ مباشرة لما بيتم الاعلان عن اختفاء عدد من الاطفال في البلدة، ومع الوقت بيتم خطف طفل اسمه فيني، والخاطف بيحطه بغرفة منعزلة مفيش فيها غير تليفون اسود. ومع مرور اكتر من ساعة بيبتدي فيني في تلقي بعض المكالمات على التليفون، ولكنه بيكتشف ان المكالمات اللي بتجيله في صورة نصايح بتكون من الاطفال اللي تم خطفهم قبله في نفس الغرفة وتم قتلهم. Please let the dreams be real. See the wall in front of you? I tore a long cable loose from down there. There's a combination lock on the inside of the storm door. What's the combination? I carved it in the wall. وبكده تكون خلصت حلقتنا، ويا رب القائمة تكون نالت اعجابكم. وارجو اذا الحلقة عجبتكم يا ريت لو تشتركوا بالقناة، ويا ريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود اسفل الفيديو. وما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد باستمرار، ويا ريت كمان تدعمونا بلايك وشير، واستنونا في حلقة جديدة من شريط سينما.